السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده جاي اكلمكم عن لما اللمبه تنور الزرارين دول احمر معناهم ايه. هي طبعا كده غساله المفروض خلصت معايا دوره الغسيل اللي كانت بتعملها، وقبل ما اطفيها ظهر لي العلامتين دول. العلامه دي معناها ان هي محتاجه ملح، حتى عليها الحرف الاس، يعني ملح. تمام. العلامة دي برضو معناها ان هي محتاجة ملمع، ومش شرط ان يظهر العلامتين دول مع بعض، ساعات بيظهر الملح لوحده. تمام. فلو ظهر لي العلامتين دول مع بعض معناها ان انا هزود الملح والملمع. لو ظهر لي الاس بس معناها ان انت هتزودي الملح بس انا بصراحة لما باجي ازود الملح بروح مكملة الملمع بالمرة، بحيث ان هي تقعد فترة طويلة. فانا لما ظهرت العلامة دي حبيت اوريكم انا بضيف الملح وبضيف الملمع ازاي، وايه الملح والملمع اللي انا بستخدمه في الغسالة بتاعتي. يلا بينا بقى نحط الملمع. انا بستخدم الملمع بتاع لودفيك. الملمع ده كويس جدا، وبصراحة مش بقدر اغيره، يعني انا دايما بستخدمه هو. هو للأسف أسعاره بقت غالية. أنا كنت بجيب بحاجة و30، دلوقتي بقى بحاجة و70 يعني. فبس هنعمل ايه؟ يعني هو بصراحة مفيش حاجة أحسن منه. هو ده شكله. يلا بينا نستخدمه. أنا بفتحه، هو عبارة عن في تك من فوق كده زي إزازة العصير بتاعة الأطفال، بفتحها لفوق أهو. ده كده اتقفلت، ده كده اتفتح. تمام. وببدأ أحطه جوه الدايرة دي، واحاول على قد ما اقدر ان انا ما اطلعش. وانا شغاله بيكون معايا منديل، بحيث لو حاجه طلعت اقدر ان انا امسحها بسهوله. نقول بسم الله. زي ما انتم شايفين ببدا اضغط على الازازه شويه شويه. بس كده زي ما انتم شايفين هو كده اتملى اهو. مش عارفه باين ولا لا، هو غلط ان انا اعمل كده، بس عشان اوريكم ان هو اتملى للاخر. طبعا همسح ايدي في المنديل. كده خلاص ملينا الملمع. هنقفله كده. احنا بنفتحه من التكه دي، بندوس عليها لفوق تفتح اهي. تمام. لما بنيجي نقفله بنتك عليه تكايه كده بس. ده بالنسبه لتغيير الملمع. نيجي بقى لتغيير الملح. اول حاجه الدرج ده لازم بطلعه اشيله من مكانه خالص. تاني حاجة بفتح الغطا ده. تمام. تالت حاجة بالنسبة للملح انا كنت بستخدم لودفيك، بس جت عليه فترة كان ناقص جدا من السوق، ما كنتش لاقيه خالص، وسعره برضو غلا بقى، برضو في حدود ال80. انا كنت بجيبه ب46 ل54، يعني كان في الرينج ده. دلوقتي برضو بقى تقريبا اخر مرة شفته ب84، بس ما كانش اصلا موجود. يعني انا الفترة اللي كنت محتاجة فيها ملح جدا ما كانش عندي اي ملح خالص، ما كانش موجود. فجبت ده كان عامل عليه عرض في فتح الله، كان ب40. ده كان ب40، كان سعره حلو قوي وانا كنت محتاجاه، فقلت هجربه وامري لله. هو كويس مش وحش، يعني ما مش وحش. استخدمته مرتين ودي التالتة اهي. ما كانش وحش بالنسبه لي. دي بالنسبه لدي، هي دي اللي انا بحط عن طريقها الملح. تمام. بحطها، ده القمع بحطها كده جوه، وابدا احط فيها الملح بالطريقه دي. طبعا بينزل لتحت على طول. بس كده انا كده الملح بتاعي خلص خلاص، وهو تقريبا اتملى. بس هبدا اقفلها
وخلاص على كده. وبكده تبقى الغسالة جاهزة معايا للتشغيل بالمسحوق البودر عادي، مش هيحصل اي مشكلة. وبس انا حبيت اعرفكم طريقة تغيير الملمع، اللي هي ان انا ازودها بالملمع والملح بس. واشوفكم في حلقة جديدة من حلقات صفحتنا افتكاسات البيت المصري.